حبيباتي، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ هانيين؟ اليوم جبت لكم واحد الشيوه غزاله كتجي في رمضان، فنه غزاله، خليه ديال النحل، كريسات خليه النحل كيجيو غزالين بزاف وعامرين من الداخل بلا كريم باتيسير وبلو شوكولا، كيجيو فنين وكيذوبوا هشاش، كيذوبوا في الفم. وقبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش دعمكم للقناة، وذلك بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا دائما كل جديد ديالي ان شاء الله. نبداو على بركة الله. المقادير اللي غنحتاجو: اولا غنحتاجو 500 غرام ديال الدقيق يكون من نوعية جيدة، غنحتاجو خميرة ديال الحلوى وحده، واحد ساشي ديال الفاني، بيضة، معلقة كبيرة ديال السكر، نص كاس ديال الزيت، 3 المعالق ديال بودرة ديال الحليب، كاس ديال الحليب، ومعلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية. اول حاجة كناخدو معلقة ديال الخميرة الفورية وكنديروها في شوية ديال الماء يكون غير دافي ما يكونش سخون، وكنخليوها حتى كتذوب على خاطرها باش ملي كنبغيو نخدمو بها تكون جاهزة باش دغيا تخمر لينا العجين ديالنا. كناخد واحد لاباسين فين كنخدم. اولا كندير الدقيق هو الاول، والدقيق ضروري يكون من نوعية جيدة، نص كيلو ديال الدقيق. كندير ساشي ديال الفاني، من بعد كنزيد عليه بيضة، كنزيد بيضة على الدقيق، كنزيد الزيت، نص كاس ديال الزيت، كنزيد نص كاس ديال الزيت، معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة او سكر حبيبات، 3 المعالق كبار ديال بودرة الحليب، حليب اون بودر، كاس كبير ديال الحليب، والحليب يكون بحرارة المطبخ ما يكونش بارد. كناخد هاد الشي كامل كنعجنو، يمكن لك تعجنيه بيديك، ها هي حيت كتبقى العجينه شويه مرخيه، داكشي علاش انا قلت نديرو في الروبو يتعجن باش ما تبقاش لاصقه ليا العجينه في يديا. ملي كنعجنو كندير خميره ديال الحلوى، وكنزيد الخميره الفوريه اللي خليتها كتذوب في الكاس، وكنعاود نخلط كلشي في الخلاط في الروبو عفوا. كنخليه، ها هي العجينه، كنحصل على عجينه كتكون شويه كتلصق في اليد، كنخليها، كندير لها السلوفان، كنزمطها مزيان بالسلوفان وكنخليها تخمر مده ما بين 30 دقيقه حتى 45 دقيقه، وهي كترتاح حتى تخمر مزيان. كندوز باش كنصيب لا كريم باتيسير. كنحتاج 3 ولا 4 ديال المعالق ديال لا كريم باتيسير اون بودر، كنزيد عليها كاس كبير ديال الحليب، كنزيد عليها 2 معالق كبار ديال السكر، وكنكون خديت واحد الحامضه عصرتها كتخرج ليا بحال هكا، ها هي شحال خرجت ليا. كندير انا شي 3 ولا 4 ديال المعالق باش كتجيني ديك لا كريم باتيسير تكون فيها البنه ديال الحامض. انا كنفضل نصيب لا كريم باتيسير بهذه الطريقه كتجيني زوينه. دابا راه ولات كتباع لا كريم باتيسير ديال السيترون، وانا جو بريفير نصيبها بحال هكا، كتعجبني بحال هكا. ملي كتزيدي السيترون احسن ما كديري، حيت هما كيديروها غير النكهه ما كيصايبوش السيترون، كيديروها النكهات. انا كيعجبني ندير السيترون كتجي غزاله. من بعد كنمشي نطيب لا كريم باتيسير حتى كتعقد. هاهي خليت لا كريم باتيسير عقادت مزيان باش ما تسيحش ليا في العجينه، خليتها تجمعات. خديت شويه ديال الشوكولا، ها هو، هاهي العجينه من بعد ما خمرات هي كيفاش جات. دابا كناخذ واحد جبانيه كندير فيها المزهر، وكان ضروري ما دهني يديك بالمزهر مزيان، تسردي يديك شويه بمزهر. العجينه كتلصق شويه، كتجي خفيفه بزاف وكتبدا تلصق في اليد، لهذا خاصك دهني يديك بالمزهر. وكتاخدي شويه د لا كريم باتيسير وكديريه وسط العجينه
وكديري مورسو ديال الشوكولات وكتسديها بحال هكا. ها هي كيف ما كتشوفوا، كدوريها بحال الكريسات بحال هكا، وكتحاولي تحطي وحده قريبه للاخرى. ها هي غنعاود نفس العمليه تاني. ها نتوما شوفوا كيفاش جات. غنعاود العمليه مره اخرى باش تعرفوا. كندير يديا في المزهر، كناخذ العجينه، شويه ديال العجينه، كنحاول نقرصها في يديا باش كندير عليها لا كريم باتيسير. ها نتوما شوفوا، كنعمرها من الوسط بلا كريم باتيسير، وكناخذ مورسو ديال الشوكولات كنديرو وسط لا كريم باتيسير، وكنجمع العجينه كنسدها وكنحاول ندورها باش تجي بحال القريصه، وكنحطها شويه قريبه للختها. كنخلي شويه د ليسباس بيناتهم حيت كنعاود نخليها تخمر. هذاك الشيء علاش خاصنا نخليو شويه ديال الفراغ ما بين وحده وحده، حيت كيتنفخوا. غنخليهم واحد ربع ساعه يخمروا. كنعاود نكرر نفس العمليات حتى كنكمل كل شيء. كندير وحده حتى وحده وكندور، كنحاول نعمر لاطه كامله باش كتجيني مشبكه، كتجيني قرصه حدا الاخرى بحال هكا. كنخليها تخمر مده ديال ربع ساعه، ومنين كتخمر، ملي كدوز ديك ربع ساعه باش كتخمر الكريسات، كناخذوا صفار ديال البيضه، كنزيدوا فيه شويه ديال القهوه سريعه الذوبان، كنحاول نخلطوها مزيان حتى كتذوب ديك القهوه. هذاك الصفار ديال البيض مع القهوه هو اللي كندهنوا به الكريسات من الفوق. هما الكريسات ندهنوهم. هذا الفراغ اللي كيبان لكم ما غيبقاش يبان حيت غتنفخ، غيتلاصقوا. كندهن الكريسات كاملين، كملهم في الدهين، وكندخلهم الفران على درجه حراره 180 درجه، والفران يكون شاعل غير من تحت، ومره كتطلعوا عليهم حتى كتبان لكم تحمرت. ما تشعلوش الفران من الفوق. هما كريسات خليه النحل. يلا خرجتهم من الفران. ها هي شوفوا كيفاش جات، اللون ديالها كي دايره، جات غزاله ذهبيه وزويونه. دابا غنشد شويه ديال الناباج وغندهنها شويه بالناباج من الفوق، وغندير عليها شويه د الفيلي دامونطغ. ها هي شوفوا كيفاش جات. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتجاوبوني في الكومنت ديالكم، وما تنساوش لي لايك ولي كومنت الزوينين ديالكم. كنتمنى لكم شهيه طيبه. دمتم بخير والى اللقاء مع شهيه جديده ان شاء الله. شكرا.